تتواصل نشاطات المنظمين للمسيرة الدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. في اليوم الثاني بمحطتها الثانية بعد انطلاقتها يوم 30 من مارس من مدينة تفري-شارسان الفرنسية، وبعد الاستقبال الذي حظيت به نهار أمس بمدينة بريزواير على بعد 400 كيلومتر من العاصمة باريس و143 كيلومتر من المحطة الأولى بتوريز. اليوم تم تنظيم النشاطات بالمشاركة في وقفة الصمت التي تنظمها جمعية أرديف كل يوم السبت الأول من كل شهر أمام كنيسة العذراء بقلب مدينة بريزواير، والتي خصصت هذا السبت للتضامن مع الشعب الصحراوي والتعبير عن دعم مسيرة الحرية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. وشارك في وقفة الصمت إلى جانب أعضاء مسيرة الحرية المنظمة الفرنسية للمناهضة للعلاقات بين الدكتاتورية الإفريقية والنظام الفرنسي والجمعية المختصة في مساعدة المهاجرين بفرنسا، ممثلين عن رابطة حقوق الإنسان الفرنسية وستة جمعيات تمثل الجالية الصحراوية بوسط فرنسا، إلى جانب مشاركة متميزة للأطفال لاجئي العالم التي جاءت من مدينة نانت خصيصا للتضامن مع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية. وعرفت الوقفة مداخلات عدة باسم الجمعيات المشاركة أجمعت كلها على التضامن مع الشعب الصحراوي وإدانة موقف الحكومة الفرنسية الرسمي والمطالبة باحترام حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار والاستقلال وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية. وكانت المسيرة قد وصلت نهار أمس بمدينة بريزواير أين حظيت باستقبال ضخم حضره عدد من الجالية الصحراوية إلى جانب ممثل بلادنا في فرنسا. وتم تنظيم حلقية خلت كلمات منها كلمة كلود مونجان ومداخلة لزوجها النعم الأسفري من داخل السجن، وكلمة للأخ محمد علي الزروالي ممثل بلادنا بفرنسا الذي سلط الضوء على الموقف الرسمي المخزي لفرنسا التي تقف إلى جانب الاحتلال المغربي وتتعامل بسياسة الكيل بالمكيالين وازدواجية المعايير. وفي المساء تم تنظيم طاولة مستديرة بقاعة البلدية عرفت مداخلات عدة، منها مداخلة ممثل بلادنا بفرنسا الذي اطلع الحضور على آخر تطورات القضية الوطنية، مبرزا أن التضامن الذي عرفته المسيرة وهي في بدايتها يعكس مدى الاهتمام والعناية التي يحظى بها كفاح الشعب الصحراوي. كما عرفت الطاولة مداخلات أخرى كمداخلة رئيس منظمة سيفري الذي انتقد موقف فرنسا الرسمي ورئيس الرابطة الفرنسية للحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة، وهي مداخلات أجمعت على التضامن مع المعتقلين والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والمرافعة والتحسيس بكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العدل.